السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشاهدون اليوم جبنا طبق جديد يعني للفطور في رمضان أو في الأيام الأخرى. باذنجان محشي يجي من أروع ما يكون، أكلة خفيفة سهلة يعني نوجدوها ما شاء الله وبطريقة جديدة. شوفوا الروز طايب حتى لداخل حتى قلبه، وما تحتاجوش كمية كبيرة تاع اللحوم باش نوجدوا هذا الطبق. إذا نحتاجوا لهذا الطبق راكم تشاهدوه ما يلي. نحتاجوا أول حاجة نروح نوجدوا عندنا أطراف تاع الدجاج، هذا اللي يحب يدير دجاج، اللي ما عندوش الدجاج يقدر يستغنى عليه. عندنا حبة بصلة كبيرة، سنة ثوم، ملعقة طماطم صبرة مملوءة، وحبة طماطم كبيرة ولا حبات طماطم كرفجهم. نروحوا نديروا شوية زيت في الدجاج تاعنا، اللي تحب دير السمن أو دير الزبدة باش تحمروا دير. هنا الدجاج حنحمروه فقط. ندير شوية ملح ونقليه حتى يعطينا اللون المحمر. قلت لي يحب يدير ملعقة صغيرة زبدة ولا يدير ملعقة تاع السمن، إذا يوضحها. بعد ما يتحمر لي الدجاج تاعنا كما راكم تشاهدوا فيه، مباشرة في هذيك الزيت نحطوا البصل تاعنا يتقلى، والثوم نخلوها جانبا. نقليو البصل تاعنا تماما، وبعد ذلك نضيفوا الثوم. إذا نخليه يتقلى لي البصل. بعد ما تقلى البصل كما تشاهدون نزيد سنينات الثوم اللي ريحتهم ونخلط جيدا. بعد ذلك نضيفوا ملعقة طماطم المملوءة تاع العشاء. هذه الملعقة تاع الطماطم نحمصوها مليح. إذا نحمسوها مليح مع البصل باش تروح هذيك الحموضية تاعها. وبعد ذلك نضيفوا قلت حبات طماطم، حبة كبيرة أو حبات طماطم مكرفجة، ونخلط ونخليه حتى يتشرب تماما. ونضيفوا التوابل اللي هي راس الحانوت، شوية كمون، فلفل الكحل، ونخليها حتى الملح حسب يعني الطماطم اللي عندنا والبصل. إذا نخليه هنايا حتى تتشرب وتطيب تماما، ونخلوها تبرد جانبا ونروحوا للعمل. إذا هنا الدجاج هاو اللي حمرتوه كنت نفرش له ورق الطهي. عندي رز كنت شمخته على الأقل نصف ساعة. عندي هنا معدنوس وحشيش الشوربة، وعندي الآن الدجاج أو الكمية من اللحم واش عندكم انتم. أنا مادام درت الدجاج هنايا كملت درت على الدجاج. إذا هنا نحتاج، شوفوا الدجاج هنايا حسب أفراد العائلة هو والرز. ونضيفوا لاصوص نصف كمية هذه تاع اللي خدمناها، هذيك اللي طيبنا لاصوص اللي فاتت. والملح ديروا حسابكم للرز والدجاج فقط. لاصوص راهي فيها الملح. نزيد شوية فلفل الكحل، وإذا نعجن الخليط تاعنا وشوية راس الحانوت. قلت ونعجن الخليط تاعنا جيدا. إذا هنا الباذنجان تقدروا تشوه ديروا غير شوية زيت، دهنوه بالزيت وتشوه في المقلاة، أو تديروه في الكوشة. انتم عندكم خيارين، يا إما ديروه في المقلاة تدهنوه غير بالزيت وتحطوه في نار قليلة فوق المقلاة تشويوه، أو ديروه في الفور يتشوى لكم. هنا الخليط كما قلت لكم درت هذيك التكتوكة اللي طيبتها نصها. درت الرز والدجاج يبقى حسب أفراد العائلة. أنا هنا لستة أفراد ديروا حوالي كاس رز بسمتي. إذا نجيبوا يعني اللوحة اللي نحطوا فيها نخدموا فيها، شوفوا بهذا الشكل. نحطوا كمية من الخليط تاعنا نحطوه في الصينية. قلت لي ما يحبش يدير الدجاج طرف تاع الدجاج يقدر يستغنى عليها، فقط يفرش ورق الطهي ويحط الرز تاعو أو الباذنجان المحشي تاعو بهذه الطريقة، يرصهم حتى يكمل العملية. شوفوا بهذا الشكل. نبقى نملأ فيها ونحط بهذا الشكل حتى نملأ الوعاء تاعي، الصحن تاعي. هنا بعد ما بقات لي كمية تاع الرز، أنا هنا مبقاوش حيرين، حنحطها في الوسط، لأنه قلت ما استعملت حوالي 4 باذنجانات كبار، يعني هذا اللي استعملتهم، يعني كانوا حجم مليح متوسط يعني. حطيت الحشو اللي بقى لي في الوسط. بعد ذلك التكتوكة هذيك اللي بقات نحطها من الفوق كما راكم تشاهدوا.
ونجيب بعد ما نفرشها كامل من الفوق نجيب شوية ما ديروا شوية ملح باش ما تكونش المرقة مسوسة. واللي موالف يستعمل جامبو يقدر في الماء هذا يدير نص قطعة جامبو يحللها في الماء هذا. يعني أنا ما نحبش نطيب ما يعني نكهة مرق الدجاج، نحب هكذا يكون كل شيء طبيعي. إذا نغطي كما تشاهدوا ما تعمروش خلاص، قسم ما يتغطى لكم وقفوا العملية وحطوه على نار قليلة خلوها تطيب. شوف إذا أنا حطيته بعد ما حطيته على نار قليلة، شوفوا الرز على حبة ما شاء الله، شوفوا ما جاش نهائيا معجن، ولاصوص كامل بعد ما نشوف لاصوص كامل شربت تماما. إذا نقلب الطنجرة وشوف الشكل تاعها كيفاش يجي ما شاء الله، مباشرة نحو ورق الزبدة كما العادة أو ورق الخبز. وهاو الشكل تاعنا النهائي، جات مقلوبة أو عفوا دولمة باذنجان خفيفة سهلة تجي من أروع ما يكون. والبنة ما نوصف لكمش ما شاء الله. نغيروا من جهة الأطباق تاعنا وشكل جديد وذوق قلت رائع. نتمنى في الأخير تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسونيش دايما بدعاوي الخير ليا والوالدية ربي يرحمهم، ودايما نذكروا اسم الله ونصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربي يتقبل صيامنا وقيامنا. دمتم آمنين إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى موعد آخر.